تعرف قصة سعيد باشا اللي حاول يحول مصر لكاليفورنيا؟ سنة 1854 سعيد باشا مسك الحكم وكان مغرم جدا بالغرب وخصوصا فرنسا. بس اللي عمله كان غريب جدا. في يوم جاله واحد اسمه فرديناند ليسيبس، أقنعه بفكرة مجنونة: يلا نحفر قناة تربط ما بين البحرين، البحر الأحمر والمتوسط، وتخلي مصر مركز التجارة العالمي. سعيد قال له احفر، ومن هنا بدأت فكرة قناة السويس. بس مش دي القصة. سعيد باشا اتجنن بفكرة تحويل الصحراء لمزارع زي كاليفورنيا بالظبط. جاب خبراء زراعة من أوروبا وبنى نظام ري ضخم في الصعيد، ووزع أراضي على الفلاحين ببلاش، بس بشرط: اللي ما يشتغلش الأرض تتسحب منه. وكان بيعدي بنفسه على القرى ويسأل الفلاحين: زرعتوا ولا مستنيين الفرنسيين يجوا يعلموكم؟ بس للأسف المشروع انهار بعد ما الفلاحين ما قدروش يلتزموا بالديون، وبدأت الدولة تنضرب. ودي قصة حاكم حاول يصنع جنة في الصحراء بس الفكرة سبقت عصرها. والكلام ده اتذكر في عبد الرحمن الرافعي عصر إسماعيل وسعيد، وكمان اتذكر في نعوم شقير تاريخ مصر. وبقى بص كمان على أرشيف قناة السويس ومذكرات ديليسيبس.